طب أنا على الدنيا والأيام والحاجات دي كلها، أنتِ حفيدة الفنان العظيم جدًا، 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 الفنان محمد عبد الوهاب، وهو كان من الشخصيات المنظمة جدًا جدًا يا سالي، والمواعيد المضبوطة وبيتهيأ لي كان رومانسي جدًا وكان جدًا، جدًا. إيه اللي خدتيه منه أو إيه الحاجات اللي ممكن تكوني استفدتِ من الشخصية دي في الزمن اللي إحنا فيه، ولو أيوه، إني أشُك إن في حاجة ممكن بنكون في الزمن اللي بالزمن إحنا إحنا فيه فيه ده. بقينا جبلات، آه. الحمد لله والشكر لله. يعني بيتهيأ لي لو كان موجود معانا ما كانش يعني يستحمل الراجل كان زمانه دفنّا كلّنا كان بالحياة وفضل قاعد برضه، ما ما فيش. لأ هاقول لِك حاجة يا قلبي، هو أساسًا أنا أول حفيدة، فأنا أكتر واحدة عاصرته. إمم، أنا بنت إشإش، بنته إمم، إمم، اتوفت بعده ب11 يوم أمي، من إمم، يا حزنها عليه، حبيبتي. كانت صغيرة أوي في الأربعينات. وهو كان علّمنا أهم حاجة علّمها لنا كلّنا، علّمها طبعًا لولاده وطلعنا إحنا كده، احترام المواعيد. بالثانية يا سالي، بالثانية، اللي بيحترم مواعيده ده محترم، ده مش مجرد كلمة إن حد بيبقى بيحترم مواعيده. وكان يقول لك بالذات الراجل، إمم، عمومًا ست وراجل، بس الراجل اللي بيحترم مواعيده هتلاقيه محترم في حاجات كتير أوي، محترم في قِيَم، محترم في أخد في كلام في الحق، يعني حتة احترام المواعيد دي متفرع منها حاجات كتير.